لو عندك مناسبة وعايزة تلوني شعرك بسرعة بدون ما تتلفي شعرك باستخدام الصبغات، هنقول النهاردة على طريقة حلوة جدا وهنزود لها كمان بعض الإضافات الجميلة. أنا هستخدم هنا حنة جلوري ومش هستخدم الحنة الطبيعية طبعا. الحنة الطبيعية بتكون أفيد وأحسن كمان، ولكن بتاخد وقت كبير، ده لو انتي مستعجلة. بستخدم الحنة اللي موجودة في الصيدليات اسمها جلوري. بحط كيس أو كيسين حسب طول شعري. لو شعري قصير هستخدم كيس واحد، لو شعري طويل هستخدم كيسين. ببدأ أضيف المية، ضفت حوالي ربع كوباية من المية على الكيسين، لأن في إضافات تانية هضيفها. أول حاجة هضيف معلقة من البن، تكون البن العادي أو معلقة من النسكافيه، وبضيف كمان معلقتين من الزبادي. طبعا هي بتستخدم لوحدها، ولكن الإضافات دي من عندي عشان خاطر تزود القيمة الغذائية. وضفت كمان معلقة من خل التفاح عشان تدي لون الذهبي الجميل او اللون اللي هو البني الفاتح. وضفت كمان معلقتين من زيت الزيتون عشان زيت الزيتون مهم جدا للشعر وبيطول الشعر، وكمان بيدي قيمة غذائية للشعراية نفسها. والزبادي طبعا بيطري الشعر. الخل التفاح هو بيبدأ ان هو يدي لون حلو للشعر، وكمان بيشيل القشرة اللي موجودة في الشعر. طبعا اللي ما عندوش خل التفاح يستخدم الخل العادي، بيضيف له معلقة كبيرة على المكونات دي. والخل زي ما احنا قلنا ان هو بيزيل القشرة، وفي نفس الوقت بيثبت اللون الحنة على الشعر. طبعا الحنة مش عايزاها تبقى خفيفة، عايزاها بالتقل ده. بسيبها لمدة ربع ساعة بدون ما استخدمها واغطيها لحد ما تتخمر كل المكونات مع بعض. وهنا ضفت كمان نص ليمونة عشان يثبت اللون على شعري اكتر. وفايدة الليمون برضو بيزيل القشر وبينعم الشعر. وببدأ بعد كده اقلب المكونات زي ما قلنا ونسيبها لمدة ربع ساعة، نحطها على شعرنا من الجذور للأطراف. ببدأ أقسم شعري إلى أجزاء وأبدأ أدهن من الجذور إلى الأطراف لحد ما بخلص الكمية كلها. بغطي شعري بأي كيس عندي موجود أو بني بلاستيك لحد لما تندمج كل المكونات. بعد كده بغسلها بالماء العادي بدون شامبو أول مرة، وبعد كده بغسلها بعد كده المرات القادمة بالشامبو عادي. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، وإن شاء الله تجربوها، وإن شاء الله تلاقوها جميلة جدا الطريقة دي. والمكونات اللي احنا ضفناها اللي بتزود قيمتها الغذائية وبتزود القيمة الغذائية الموجودة على الشعر. وفي نفس الوقت مش هتأثر على شعري، بالعكس هتطريه وهتغير كمان من لونه. ممكن في الحالة دي ان احنا نضيف مكونات تانية. لو عايزينه باللون الأحمر نضيف الكركديه أو قشر الرمان. ممكن نضيف كمان القرفة، ممكن نضيف الكركم لو عايزينه مايل للون الأصفر. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله.